السلام عليكم وأهلا بيكم في مصر زمان. حكايتنا هتكون عن مهنة مرتبطة بشهر رمضان الكريم، المسحراتي. مهنة المسحراتي أول ظهور لها كان في بداية القرن الثالث من الهجرة، لأول مرة في مصر، بالتحديد سنة 228 هجرية، في ولاية عنبسة بن اسحاق على مصر. كان بيعمل المهمة دي بنفسه بمدينة الفسطاط وحوالين جامع عمرو بن العاص، وكان بينادي ويقول: يا عباد الله تسحروا فإن في السحور بركة. ولأن المسحراتي مهنة موسمية مرتبطة بشهر رمضان بس، كانت هتختفي تماما مرات كتيرة في فترات من الزمن عبر التاريخ. لكن السلطان الظاهر بيبرس هو اللي رجع مهنة المسحراتي مرة تاني في عصر المماليك، لما أمر بتعيين شباب رجال الدين فيها. وبرضه الحاكم بأمر الله في العصر الفاطمي خصص لمهنة المسحرات جنود يكونوا سهرانين على حراسة القاهرة بالليل، وكانوا بيخبطوا على الأبواب بتاعت البيوت عشان يصحوا الناس للسحور. المسحراتي كان ليه أساليب معينة بيستخدمها في شغله. كان المصريين أول من استخدم الطبلة والأناشيد والأغاني الخاصة بالمسحراتي، ليهم كلام معين في النداءات. لكن في المغرب المسحراتي كان بيخبط على الأبواب بالعصا. وفي الشام استخدم المسحراتي أسلوب بيشبه الأسلوب المصري، بس بالعزف على الطنبورة مع رفع الصوت بالإنشاد الديني عن رمضان وقيام الليل وبركة السحور. وخلصت حكايتنا.